هاني حتحوت في بيان على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا يعلن عن أول تعليق، وذلك على شكاوى الأهلي ضده. كتب حتحوت: أؤكد بكل تقدير واحترام أنه لا توجد بيني وبين أي مؤسسة أو شخص أو أي خلافات أو خصومة، مع الحق الكامل لأي جهة للجوء لما تراه مناسبا لحقها، فالعلاقات التي تجمعنا جميعا ستبقى قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير. وفيما يخص ما أثير مؤخرا، فأن الأهلي قيمة كبيرة له مكانة راسخة، أكن له كل الاحترام والتقدير، والمجلس إدارته وجماهيره العظيمة كامل المحبة والاعتزاز، فهم جزء أصيل من تاريخ الرياضة. لست في مواجهة مع أحد، ولن يكون هدفي إلا أداء رسالتي المهنية بأمانة. أنا وفريق العمل واضعين نصب أعيننا احترام المشاهد وتقدير جميع المؤسسات، والالتزام بالكلمة المسؤولة التي تجمع ولا تفرق. مددنا ايدينا دائما للتعاون، وسنظل نؤمن بأن الحوار الهادئ والنية الصادقة هما الطريق الأفضل لتجاوز أي سوء فهم، وأن مكانتنا جميعا أكبر من أن تستهلك في خلاف أو انفعال مؤقت. أتوجه بالشكر والتقدير لنقابة الإعلاميين على دورها، وأتقبل قرارها بكل احترام. كما أشكر قناة مودرن MTI على دعمها، وسأبقى كما عهدتموني منحازا للحقيقة، ساعيا لتوضيح المعلومة. كل المحبة والتقدير للجميع.